السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز. ويلا بينا. 17,000 تقريبا بسبب الشياو ده. وبيقول هو لسه بعد ما لبسها قدر اللي هو ينط للطول ده كله. والشياو بيقول ايوه الشيخ هو انت كويس؟ والشيخ بيقول له خلاص ممكن اللي انت تروح دلوقتي وابدأ تدرب على تصلب الجسم، واول ما توصل للمستوى العاشر هديك هديتك التالتة. شكرا لك يا شيخ. والشيخ بيمشي والعجوز بيقول في نفسه هو انا ليه ما عنديش موهبة زي دي؟ بيكون باين اللي هو عمال بيحسده. وبنروح لقصر يون والشيخ بيكون قدامه بيقول هو ده القصر، قصر يون، وبيستخدم العملة اللي معاه اللي البنت اديتها له، وبيسمع صوت بيقول له مين اللي هنا؟ فالشيخ بيقول يون هي اللي طلبت مني اللي انا اجي لهنا. ففي حد بيفتح له بيكون خادم وبيقول له اتبعني من فضلك. القصر ده تقدر اللي انت تعمل فيه اي حاجة وفي كل حاجة موجودة هنا، ولو انت كان معاك فلوس فالمكان ده هيكون بالنسبة لك كجنة. وبيخشوا مع بعض لجوه القصر والخادم بيفتح باب وبيقول هو ده الشيخ يا سيدي. وبيكون في راجل بيقول له يون هي اللي جابت الطفل ده، هو انت ايه مستوى زراعتك؟ وده بيكون مدير القصر وبيقول انا الشياو وفي المستوى العاشر من اللي تشي. حلو، واضح ان انت شاب ومتحمس. هي يون قالت لك على القوانين بتاعة القصر؟ لا ما قالتليش، ممكن اللي انت تقولها لي من فضلك؟ القوانين بسيطة جدا بس واضح ان انت ذكي. هنعمل قتال ما بينك وما بين واحد في نفس مستواك تقريبا، وهتاخد 50 نقطة لو كسبت، انما لو كان مستواك اعلى فهتاخد مبلغ اكبر، انما لو قتلت خصمك فانت هتاخد 5 جوائز وفلوس اكتر. ايه هو انت بتجيب المنافسين هنا علشان يقتلوا بعض؟ ايوه هو ده اللي بيجذب انتباه الاغنياء. ده زائد ان القصر ده حلبة للقتال مش جمعية خيرية. والقائد بيقول في نفسه الولد ده في المستوى العاشر من اللي تشي، ومع ذلك قدر ببصته دي اللي هو يخوفني. عموما مفيش حد هيجبرك اللي انت تقتل، لو انت مش عايز وحاسس ان الموضوع هيكون وحش ممكن اللي انت تفوز على خصمك، بس برضه مفيش حد هيمنعك اللي انت تقتل، بس انت وعايز سيب كل خصومك عايشين. فالشو بيقول هو كل المنافسين بتوعي يكونوا في عالم اللي تشي؟ فالقائد بيقول له ايوه، علشان لو كان الفرق ما بينكم كبير فانت مش هتلحق ان انت تعمل اي حاجه وهتخسر بسرعه والموضوع مش هيكون ممتع. بس طبعا انت لو عايز ان انت تقاتل ناس اقوى منك فدي حاجه ترجع لك. انا بشتغل في القصر ده بقالي سنين كتير وما قدرتش غير ان انا اشوف واحد بس بيكسب كل تحدياته. فالشو بيستغرب وبيقول هو ايه اللي هيجيب اصلا طلاب اغنياء هنا علشان يكسبوا كل تحدياتهم؟ والقائد بيقول انت لو كسبت هتاخد 200 نقطة، انما لو قدرت اللي انت تقتل خصمك فهتاخد 5 جوائز اضافية وهتاخد 1000 نقطة. فالشيخ بيتصدم وبيقول في نفسه 1000 نقطة؟ بس ساعتها هكون اللي انا قتلت واحد ملوش اي علاقة بيا وما عملش حاجة. انا احسن ان انا اقاتل الناس في عالم اليانج يكونوا اقوى مني بشوية قليلة وبس ما اقتلهمش وافضل اجمع في نقط. فالقائد بيقول انا قادر ان انا اشوف اللي انت قوي جدا بس بلاش اللي انت تكون طماع. ابدأ القتال بتاعك في واحد مع عالم اللي تشي، ولازم تفتكر ان مفيش ناس ضعيفة موجودة هنا. هو انا ممكن اللي انا ابدأ امتى؟ ممكن اللي انت تبدأ في اي وقت، الجمهور دايما بيكون عايز قتالات كتير، تقدر اللي انت تروح وتستعد وانا هجهز لك كل حاجة. والقائد بينادي على الخادم وبيقول له تعالى وخد السيد شوية لأوضة الانتظار. حاضر يا سيدي، تعالى معايا من فضلك. فالشيخ بيسأل هي يون بتشتغل هنا؟ فالخادم بيقول له ايوه يون بتشتغل هنا انما بدوام جزئي، فبعد كل حاجة هي طالبة، بس كل ما جابت ناس اكتر للقصر هنا كل ما اخدت فلوس اكتر بغض النظر عن مرتبها عشان بندي جزء من ارباحهم ليها. فانت كل ما تكسب انت فلوس اكتر هي تكسب برضه. وعشان حد يكسب فلوس هنا ممكن اللي هو يستخدم كذا طريقة، ممكن اللي هم يستخدموا قوتهم علشان يجيبوا فلوس اكتر او حتى يستخدموا ذكائهم. انما يون حالة استثنائية علشان في زباين كتار جدا عايزين اللي هم يعرضوا عليها الزواج انما دايما هي اللي بترفض. طب تمام انا عايز دلوقتي اللي انا احضر نفسي، ممكن اللي انت تمشي؟ حاضر اكيد، انت برضه شاب ولازم اللي انت تستريح، انا هناديك اول ما يجي الدور بتاعك. والشاب بيقول في نفسه هو ازاي ممكن الاسترداد بالحجم ده اللي هو يتبني تحت قصر والاكاديميه ما تكونش تعرف حاجه عنه؟ واضح ان صاحب المكان ده مش سهل خالص، ومع ذلك الوقت مش مناسب خالص لا افكر في اي حاجه تانية، لازم اللي اركز على قتالي. وبيقعد وبيبدا اللي هو يتامل وبيقول حتى بعد ما لبست الكرة دي انا لسه عايز قوة اكبر. والوشم اللي على قفاه بيبدأ اللي هو ينور وهو بيقول فيه اسرار كتيرة جدا اكيد الارواح الحجرية دي مخبية
مخبياها. وفي حد بيخبط عليه وبيقول له دلوقتي دورك يا سيدي بجد بالسرعة دي، وبيفتح للخادم وبيقول له وانا مين هيكون خصمي؟ سيد القصر خايف ان انت ما تأديش كويس في اول يوم ليك، وعشان كده قرر هو يختار لك شخص في المستوى التاسع من عالم الليتشي علشان يكون خصمك خصيصا ليك. وبرضه لازم تكون عارف ان خصمك مش طالب في الأكاديمية. فالشاو بيقول طب هو كان المفروض اللي هو يكون عنده خبرة والتعامل معاه مش هيكون سهل. ما تخافش يا سيدي انت ذكي جدا وبقوتك اكيد هتقدر ان انت تكسب. ماشي يلا بينا اتبعني من فضلك. وبنروح اخيرا للحلبة بتاعة القتال، وبيكون في معلق وبيقول اهلا بيكم كلكم وهنبدأ قتال جديد بعد شوية. الرحمة مش هتكون موجودة في الحلبة النهاردة. وفي واحد من اللي بيتفرجوا بيقول انا مراهن عليك ب500,000 اوعى ان انت تخسر. وفي ناس بتقعد اللي هي تعلق وتقول الولد ده ضعيف يهزمه بسرعة يلا قبل ما يتحرك يلا كله يكسب. وبيقعدوا اللي هم يشجعوا والشيو بيكون قاعد برضه اللي هو يتفرج. وفي راجل بيقول انا خسرت لحد دلوقتي كده 300,000 قطعة ذهبية. ففي واحد جنبه بيقول له ما تقلقش لسه في امل ان انت تعوض. اهلا بيكو دلوقتي جه وقت المعركة التانية. هيكونوا 2 في عالم الليتشي. الاول عنده 33 سنة في المستوى 9 من صقل الليتشي واسمه يانج، وتاني اسمه شياو وعنده 15 سنة وفي المستوى العاشر من صقل الليتشي. وفي واحد بيقول هو مين اللي جايب طفل من الأكاديمية لهنا؟ ده مجرد عنده 15 سنة يعني هيموت بضربة واحدة. وبيقعدوا اللي هم يضحكوا عليه وبيقولوا الموضوع هيكون مسلي قوي. وكل الناس بتكون عمالة بتشجع تقدروا دلوقتي اللي انتوا تبدأوا المراهنات بتاعتكم. ويون بتكون واقفة على جنبه وبتقول هم ازاي يحطوا شياو وهو مبتدئ كده مع واحد عنده خبرة كبيرة زي يانج. ففي حد من وراه بيقول انا اللي حطيته هنا علشان يموت علشان انت اللي جبتيه. وبيكون كده واحد عامل زي برميل الترشي ويون بيقول له انت اكيد واحد مجنون طالما انت مستعجله كده اللي انت تكسبي عدد كبير من النقاط فانت ممكن اللي انت تكسبي عدد كبير مره واحده. كل المطلوب منك اللي انت يا اما تجيبي حد عليه القيمه يا اما تنضمي لي. فهي بتضربه بتقول له في احلامك حتى لو مت ده مش هيحصل، وحتى لو انا محتاجه النقاط فانا مش محتاجاها دلوقتي. وهو بيتعصب وبيقول انا هوريك يا بنتي ازاي تضيعي فرصه زي دي. وبيقوم ضارب البنت اللي جنبه وبيخليها اللي هي تنزف وبيقول مش مشكله مفيش اي خادمه في القصر مش هتنضم لي في يوم من الايام، انا اقدر احصل على كل اللي انا عاوزه. بيمسك واحده تانية بيرميها انا هعلمها ازاي تبص لي باحتقار. وبيقعد يضرب في الخادمات اللي معاه وبيقول لخادم قول لخصم الشاو اللي هو لازم يموت. وبيجي اخيرا ميعاد القتال والمعلق بيقول خلونا دلوقتي اللي احنا نرحب بالمقاتلين الاتنين اللي معانا. والشاو بيقول في نفسه اخيرا القتال هيبدأ. وكل الناس بتكون عماله بتتريق عليه وعلى سنه وبيقولوا احنا اكيد النهارده هنكسب مبلغ كبير اول ما الطفل ده يموت. وفجأة الشاو بيحس بنية قتل كبيرة جدا جاية عليه. وفي حد من بعيد بيقول احسن حاجة اللي انت لما تطلع الحلبة تحس بشعور القتل من عندك. جابولي دلوقتي تاني طفل صغير، انا اخر مرة قتلت طفل زيك قتلته 3 ضربات بس، وده بيكون بانجو هاي خصم الشاو. المرة دي هحاول ان انا اخلي عدد الضربات اقل. وبيكون في واحد من اللي بيتفرجوا قاعد وبيقول هو الشاو هيقاتل دلوقتي بانجو هاي ده هما جايبينه لهنا علشان يموت. واللي بيكون قاعد ده بيكون اسمه بي، والملثم اللي وراه بيقول ايوه فعلا الموضوع ده تم التخطيط ليه. طب هو مين اللي جابه لهنا؟ هو مفيش حد قال له على القواعد؟ صعب جدا اللي هو يفضل عايش بالمنظر ده. بس لحظة واحدة خليني كده اللي انا اجرب اخمن مين اللي جابه لهنا. انا حاسس اللي هي يون مش كده؟ ايوه يا سيدي هي فعلا يون. هي بجد بنت غريبة جدا. انت عاوز ان الطفل ده يستمر لعدد اطوال اكتر ولا لا؟ مش فارقة معايا بس لو هتعمل حاجة اعملها المرة دي بس. وافتكر انا مصلحة يون ما تهمنيش في حاجة، انا اهم مصلحة عندي هي مصلحة القصر. حاضر يا سيدي. وهو بيقول فعلا كل اللي بيحصل ده بيخلي الموضوع ممل قوي. تعالى معايا خلينا اللي احنا نتدرب شوية دلوقتي. وهو بيتحرك انما الملثم ما بيتحركش وبيقول له سيد جين. فالملثم بيقول له القتال ده اكيد هيكون مثير. لا مستحيل، وعلى عموم انا مش فارق معايا مين هيكسب او مين هيخسر، اللي يهمني مصلحة القصر. تمام. وبنرجع للحلبة وتور ده بيقول واضح ان انت اكيد اسأت لحد كبير علشان يحطوني انا خصمك في اول مباراة لي وعلشان كده هتموت دلوقتي. فالشو بيقول اسأت لحد ما
بداتش لاقي حد، انا اصلا لسه واصل دلوقتي ملحقتش اعمل حاجه. والمعلق بيقول المعركه هتبدا دلوقتي. دي معلومات مش لازم اللي انت تعرفها، كل المفروض اللي انت تعرفه ايه هو شعور الذبح والتقطيع والموت. والشاو بيقول تقريبا لازم اللي انا ارجع لورا شويه، وبيبدا اللي هو يتراجع وتور ده بيهاجم عليه. والشاو بيقول في نفسه لا انا نسيت اللي انا البس الكوره اللي اداها لي الشيخ، وبيتهجم عليه وبيحصل ساعتها انفجار كبير في الحلبة. والجماهير بتقول هو معقول اللي هو استخدم اقوى ضربة عنده من بداية القتال كده؟ ده احنا ملحقناش نتفرج على حاجة. والجماهير بتكون مصدومة وزعلانة، انما اللي حصل فعلا ان الشو بيقدر اللي هو يصد ضربته بقوة التنين اللي معاه، وكله بيكون مصدوم، والناس بتقول الولد ده فعلا قدر اللي هو يصدها. والشاو بيبص له وبيبتسم وبيقول له انت كنت عاوز اللي انت تنهي عمري بضربة واحدة مش كده؟ بس انا ليه ممكن اصلا اخاف منك وانت في المستوى التاسع من صقل التشي؟ ده انت اضعف مني. فهو بيتعصب بيقول انت بتسخر مني، انا هوريك. وبيجي يضربه تاني، انما الشاو بيقدر اللي هو يتصدى للضربة. والجماهير بتبدأ اللي هي تقول التصادم اللي بيحصل ما بينهم ده قوي جدا، وكل الجماهير ما بتكونش مستوعبة اللي بيحصل، وبتقول ده قدر اللي هو يرجعه لورا. وفي بنت من بعيد بتقول الولد ده شكله حلو قوي، يعني ده انت لو قتلت الولد ده انا هقتلك، انا عاوزاه. والشيو بيقف وبيقول له تعالى لي يلا انت فعلا طلعت غبي. ويانج بيتعصب ويقول له انت هتموت حالا، وبيهاجم عليه وهو مولع من الغضب. والشيو بيكون واقف بكل ثقة وبيمد ايده، وبيقدر اللي هو يتفادى الهجمة، وبيتحرك بسرعة وبيديله ضربة بيخليه اللي هو ينزف بسببها ويطيره في الهواء، وما بيسيبوش ياخد نفسه، وبينزل عليه بضربة تانية بيطيره بيها. والشيو بيقول له هو انت كويس؟ لو ما كنتش كويس احسن لك اللي انت تنسحب حالا. فهو بيتعصب وبيقول له اياك اللي انت تستهين بيا، وبيقوم علشان يضربه، انما على مين؟ ده عمك وعم عيالك شياو. وبيقول له انا دلوقتي هوريك الاستهانة، وبيديله عدد كبير جدا من الضربات في نفس الوقت بسرعة رهيبة بيقدر بيها اللي هو يكسر عظمه. ومفيش حد بيكون مستوعب اللي بيحصل، ولا كان متوقع ان الشاو هيقدر اللي هو يعمل كل ده. والشاو بيتحرك بسرعة بيقدر اللي هو يجرحه جرح كبير، وهو بيقول انا استحالة اللي انا اسامحك. والشاو بيقول هي ايه القوة الغريبة اللي طالعة منه دي، وعلى طول بينط علشان يبعد عنه. وبيقول هو ايه اللي حصل ده؟ الراجل ده ازاي اتغير في لحظة؟ ومن وسط الدخان يانج بيقول في نفسه انا استحالة اللي انا سامح الطفل ده، علشان هو اجبرني اللي انا استخدم سلاحي السري قدام طفل زيه دم مع الشيطان. وبيخرج ديل عملاق وبيقول انت هتموت حالا، ما حدش يقدر اللي هو يهزمني لما استخدم المهارة دي. والشاو بيقول هو في ايه، وبيكون مستغرب. وبنروح بعد كده عند الاتنين اللي بيتدربوا وبيكونوا في قاعة التدريب، والملثم بيقعد يقول بطيء 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 جدا، استحالة اللي انت تقدر تدمر الختم بتاعي بسرعتك دي. فهو بيقول له انا هوريك دلوقتي ببطء وقوة. فالملثم بيقول له لا فعلا انت اتغيرت المرة دي، قبضتك المرة دي مش بطيئة بس، لا كمان بقت ضعيفة اكتر. وبيطيره من قدامه. والولد بيقول فن معركة التنانين البريئة هو فن قديم الامبراطور استخدمه زمان، وانا بمستواي ده صعب عليا دلوقتي اللي اتحكم فيه بقوة زراعتي دي. فالملثم بيتعصب بيقول له ما تدورش على حاجة لهزيمتك. وفجأة هما الاتنين بيحسوا بحاجة وبيقولوا هو ايه الهالة دي؟ ازاي هالة جيان اتغيرت كده؟ دلوقتي قوتك لسه مش كفاية، ما تهتمش بأي حد غير نفسك وركز معايا. العالم ده بيتقسم لنوعين، أقوياء وضعاف، وانت لو ما كنتش قوي فزي هتكون مميز عن شوية المقاتلين اللي بيتقاتلوا في الحلبة بره. انا دلوقتي اوريك قد ايه انا مميز. وبيهاجم عليه بضربة قوية. وبنرجع للشياو بره، والراجل بيقول له احسن لك اللي انت ما تتفخرش كتير بقوتك، العرض الممتع هيبدأ دلوقتي. وبيكون يتحول لوحش بمعنى الكلمة، وكل اللي بيتفرجوا بيكونوا مرعوبين وبيقولوا ده شيطان، ده فعلا شيطان. والشياو بيقول دي دماغ شيطان القمر. وفي ناس من اللي بيتفرجوا بيتحمسوا اكتر علشان المتعة اللي هيشوفوها، وبيقعدوا يقولوا يلا اقتل الولد ده. ويون بتقول لا ده وحش، ده كده شياو ممكن اللي هو يموت دلوقتي. والتور ده بيقول يا ولد انت كان ممكن اللي انت تستسلم، انما دلوقتي حتى الاوبشن ده ما بقاش عندك. وبيهاجم عليه على طول، انما الشاو بيستخدم ضربة قوية علشان يصد الهجمة، انما بيطير في الهواء. والضربة دي بيحس بيها كل المشاهدين، وبيكون باين ان فرق القوة بقى كبير جدا ما بينهم. والتور بيقول دلوقتي انا عاوزك اللي انت تقاتلني يا شاو، واشوف لو هتقدر تصد هجمة واحدة من هجماتي. وبيستخدم عليه مهارة بضربات متعددة كتيرة جدا في نفس الوقت. والشاو بيبدأ اللي هو يستخدم مهارة وبيقول رسم الخطوط التمانية، وبيبدأ برضو اللي هو يهاجم
لكن بقوة كبيرة، وهما الاتنين في لحظة بيهاجموا على بعض، وبيحصل انفجار كبير، وثور ده بيطير، وشاو بيكون واقف وبكل ثقة في نفسه بيقول ايه انت لسه عندك اي خدعة تانية؟ والثور بيقول قوة الشيطان اللي انا بستخدمها دلوقتي دي المفروض اللي هي كفيلة اللي هي تقتل اي حد في مستوى تشين، انما الولد ده مختلف، ده حتى مش خايف، واللي انا اطول المعركة ده مش هينفع، انا لازم اللي انا انهي المعركة دي بسرعة. وبيبدأ اللي هو يتعصب ويجمع كل طاقته، وبيقول له بلاش اللي انت تبقى متكبر، وبيستخدم هجمة عملاقة جدا وبيقول قبضة الشيطان الصخري. وشياو على طول بيستخدم مهارة كف يانج الخامس، وهما الاتنين بيهاجموا على بعض، وبيحصل انفجار عملاق بيدمر المكان. وثور ده بيقول ده قدر اللي هو يصد قبضة الشيطان، ده المفروض اللي هو يقتل اي حد في عالم اللي تشين، ومع ذلك قدر اللي هو يصده. ومش بس كده، بيكون قدر اللي هو يكسر له عظمه. وشياو بيقول له انا هوريك، وبيحصل انفجار بيطيره لبعيد، وبيخليه يبدأ ينزف من كل حتة ويوقعه على الارض. وكل الجماهير بتكون متعصبة وبتقول له قوم بسرعة، احنا مراهنين عليك باكتر من 1,000,000 قطعة ذهبية. وكل الموجودين بيقولوا يلا يا ولد الأكاديمية اقتله بسرعة. وشياو بيبدأ اللي هو يقرب منه، وهو بيكون واقع في الأرض وبينزف من كل حتة. وشيو بيقول أنا كده خلصت، وبيعدي من جنبه، وهو بيقول له هو أنت مش هتقتلني؟ أنا وأنت مش أعداء، فأنا ليه أقتلك؟ والناس بتبدأ اللي هي تتعصب وتقول أنت إزاي هتسيب الزبالة ده عايش؟ إحنا خسرنا فلوس كتير أوي بسببه. وكله بيقعد يقول اقتله اقتله. فالمعلق بيروح ويقول له أنت متأكد إن أنت مش عايز تقتله؟ أنت هتاخد 5 أضعاف الجايزة لو قتلته. حتى أنت عاوزني اللي أنا أقتله؟ زي ما أنت عارف إحنا ماشيين مع رأي الجمهور، والجمهور هنا عايزك اللي أنت تقتله. والشيو بيقول بصوت عالي انتوا عمالين بتزعلوا علشان مش هقتلوا، القتال لحد هنا بالنسبه لي انتهى، كل اللي بيحصل هنا غلط. وبيمشي وبيسيب كله مذهول من اللي حصل، وكل الجمهور بيتعصب وبيقولوا هو الولد ده بيتجرأ اللي هو يرفض لنا طلب؟ احنا بندفع هنا فلوس علشان نشوف الموت والرعب والدم، احسن لكم اللي انتوا ترجعوا لنا فلوسنا حالا. وكلهم بيكونوا متعصبين على المعلق، والمعلق بيقول لهم استهدوا بس بالله يا جماعه، الطفل ده لسه صغير ومش فاهم حاجه. والشيو بيكون ماشي، وكل الزبائن بيقعدوا يقولوا له تعال ارجع لهنا واقتله، احنا هنوريك ازاي ترفض لنا طلب. والمدير بيكون مستنيه على طول، بيمسكه من ايده وبيقول له تعالى لهنا، انت دلوقتي عصبت الزبائن وممكن كده جدا ان انت تتقتل اول ما تخرج، انا مش خايف منه، لو كانوا عاوزين يعملوا حاجه خليهم اللي هم يجربوا، انت لسه صغير، العالم ده مليء بحاجات فظيعه جدا وانت لازم تتعود عليها واحده واحده، انا جاي لهنا علشان اجمع النقط مش علشان امتعهم، روح وابدا اللي انت تجهز للقتال اللي جاي، انت زعلت النهارده والجمهور كله منك، لو عايز اللي انت تكمل قتال فاحسن لك اللي انت تستنى لبكره، فعلا صعب جدا اللي انت تلاقي حد طيب هنا، خد النقط بتاعتك. وبيديله بطاقه شكرا ليك، وبيلمسها ببطاقته والنقط بتتحول، وبيقول في نفسه بعد نص شهر اخيرا بدات اللي اجمع نقط. وبيروح للبيوت، والخادم بيقول يا سيد شياو دي الاوضه بتاعتك، ماشي شكرا ليك، بس انا عاوزك دلوقتي اللي انت تمشي وما تخليش اي حد اللي هو يزعجني. ماشي تمام، وانت لو عايز اللي انت تاكل اي حاجه خاصه ولذيذه ممكن اللي انت تبص على الكتاب ده فيه كل الاسعار، ماشي شكرا. وبيخش الاوضه وبيقفل الباب، وبيفتكر ساعه القتال، وبيقول فعلا واضح ان الخبره اللي انا بكتسبها هنا هتفيدني جدا، المعارك دي هتفيدني اكتر بكتير من اللي انا هاخد منها نقط، بس انا ممكن كده اللي انا اقدر اوصل للسداسي الاسطوري من جوه ومن بره قريب جدا. وبيبدا اللي هو يعمل طاقه ويتمرن تمارين قاسيه جدا، وهو واقف مكانه بيعمل تنين كامل من النار وهجمات متعدده كتير. والخادم بيكون تحته وبيقول طلاب الأكاديمية بتوع السنة دي واضح اللي هم مختلفين جدا وعندهم حركات مميزة، وبيكون السقف تقريبا هيقع عليه بسبب شياو. وبيبدأ اللي هو يستخدم كتير جدا من المهارات، وبيبدأ اللي هو يضحك ويقول أنا ما كنتش عارف اللي أنا فعلا اخترقت للسداسي الأسطوري، الشعور ده أنا حاسس بحاجة جاية من علامة التنين، والتنين نفسه بيطلع وبيكون موجود حواليه، وهالته بتحيط بالشياو، وشياو بيكون فرحان وبيقول على فضل علامة التنين ده قدرت اللي انا اوصل للمستوى العاشر من تصلب الجسم اخيرا، وانا دلوقتي اقدر اللي انا اوصل لقبضة الوشاح الاصفر. صحيح العجوز ده كان وعدني اللي هو يديني جايزة تالتة اول ما اوصل للمستوى العاشر من صقل الجسم، انا بجد متحمس اللي انا اعرف هتكون ايه، بس صحيح انا جعان. وبيبص للكتاب وبيقول احسن لي اطلب شوية اكل احتفال بالتقدم اللي انا بقيت فيه. وبيكون فارد على السرير وبيقول خليني دلوقتي اللي انا اقوم واكمل تدريبي احسن. وبيقعد وبيبدأ اللي هو
هو يتأمل لفترة طويلة قبل ما الشمعة بتطفي والشمس بتطلع، وهو بيقول انا ما كنتش متوقع ان حجر ملوش لازمة زي ده هيساعدني للدرجة دي. واضح ان فعلا عائلات الاغنياء ما بيلاقوش اي صعوبة في التدريب، طول ما معاهم الموارد دي دايما التدريب بالنسبة لهم هيكون سهل، والحجر بيكون في ايد شياو هيبقى خلاص تراب. انما بعد ما جمع النقط اللي تكفيني لازم الاقي طريقة علشان اشتري احجار الروح. وبيخرج وبيروح للقصر وبيقابل مدير القصر، والمدير بيقول له كويس اللي انت هنا، لو انت ما كنتش جديد كان زمان انا اللي جاي لك. عايز مني؟ انت عارف دلوقتي اللي انا خلاص بقت شخصية مشهورة، انت عارف اللي انت امبارح سببت مشاكل كتيرة جدا، ده زائد اللي انت هنت كتير من الزبائن بتوعنا، وبقى الموضوع صعب جدا اللي انت تحافظ على حياتك هنا او اللي انت تعيش في القصر. الموضوع بقى فعلا صعب وبقى فيه خطر على حياتك. ما تخافش، انا عندي طريقة عشان اقدر اللي انا اتعامل مع كل الاخطار دي. دلوقتي يلا قولي على المراهنات الجديدة. انا كنت اصلا عايز اسألك لو انت عايز تتكلم النهاردة اتكلم. والشياو كمان بيقطعه وبيقول له هو مش اللي انت هتتكلمني عنه هيكون بخصوص اللي انا قلته امبارح للزبائن بتوع القصر بتاعك. والقائد بيتصدم وبيقول في نفسه هو ده فعلا ولد عنده 15 سنة ده قدر اللي هو يتوقع كل الكلام اللي انا هقوله؟ لا لا اكيد الموضوع مختلف. وبيقول لي شاو لا لا طبعا الموضوع مختلف تماما عن الموضوع ده، هو اصلا مش عارف ان شاو فعلا عنده 30 سنة مش 15. وشاو بيخش وبيقول هي دي حرب روحية؟ ومدير قصر بيقول ايوه بيحصل احيانا هنا حروب روحية، ودي بتبدأ مع بداية عالم اليان. وشاو بيقول في نفسه انا قدرت من فترة اللي انا اهزم العجوز مع انه كان في منتصف عالم اليانج، وانا كنت ساعتها في المستوى الثامنة من صقل الجسم، انما انا دلوقتي في المستوى العاشر، وواثق جدا ان انا ممكن اهزم اي حد في المستوى اليانج في بدايته. فالشيو بيقول له انا موافق ان انا اتحدى حد في عالم اليانج بس بمقابل ان انت تديني 1000 نقطة. لا لا طبعا مستحيل انت تاخد 200 نقطة بس لو عايز اللي انت تاخد 1000 نقطة فانت لازم ساعتها اللي انت تقتله، وساعتها المكافأة بتاعتك هتتضاعف 5 مرات وهيبقوا 1000 نقطة. انا مش هقتل من غير سبب. مين اللي قالك من غير سبب؟ انت لو ما قتلتش فالجمهور بتاعنا هيبدأ اللي هو يمل ومش هيجي، وساعتها القصر بتاعنا مش هيقدر اللي هو يديك النقط اللي انت عاوزها. انا مش مجرد حيوان أليف انتوا بتربوه، انا مش هقتل عشان امتع جمهوركوا دول. انما فالشيو بيقطعه وبيقول له انا مش لازم انافس لو كان الموضوع ما يستاهلش، انتوا بتخلونا اللي احنا ننافس على حياة او موت، وممكن لا نموت في اي مرة، فلازم يكون المقابل كويس، وعشان كان عاوز منك 1000 نقطة و100 حجر مستوى منخفض. والراجل بيتصدم وبيقول له انت بتقول ايه؟ ال100 حجر اللي انت عاوزهم سعرهم اعلى من ال1000 نقطة بكتير، زي ما انا قلت لك انا من حقي ان انا اطلب جوائز اضافية بدل مخاطرة بحياتي. طب استهدى بالله مش كده، خلينا اللي احنا نتفاهم، انت لو مش عايز اللي انت تنفذ طلباتي فانا ممكن ان انا اروح وابدا اجمع النقط من مكان تاني، بس ده طبعا هيأثر كتير جدا على القصر مش كده؟ وسيد القصر بيسكت، والشياو بيقول له طب خلاص انا هعمل لك خصم، هنزل المبلغ ل1000 نقطة و50 حجر من مستوى منخفض، وعلى العموم انا خصمي هيكون في مستوى اعلى مني، ولو العرض بتاعي مش عاجبك فانا ممكن اللي انا امشي. خلاص تمام انا موافق. تمام يبقى انا اروح دلوقتي وابدا اللي استعد. والشياو بيقول في نفسه هو ماشي، واضح ان انا فعلا كويس جدا في المساومة والمفاوضات. وفي حد بيظهر من ورا وبيقول ولد عنده 15 سنة يقدر انه يخليك مشتت بالمنظر ده؟ انا خلاص يئست من الولد ده. وبيطلع اللي جه هو يوبي. ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو الجديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.